انت عارف ان مش اي قلم رصاص تقدر تروح بيه الامتحان؟ ايه ده، معقول؟ معقول. القلم الرصاص بتاعك اللي تحل بيه في الامتحان لازم يكون 2 HB. القلم ده موجود في اي مكتبه، مش كل المكتبات بتاخد بالها. عشان كده ممكن تروح مكتبه مش متخصصه في الموضوع دوت يديك قلم 2B. غلط. طب قلم HB؟ غلط. لازم القلم اللي تجيبه يكون ايه؟ HB2 او 2HB. لازم تتاكد. هو غلط يا مستر نحل ب 2B؟ ال 2B ده الحبر بتاعه غامق، لما تغلط وتحب تمسح السؤال مش هيتمسح، فالسكانر في التصحيح هيعتبر السؤال غلط. طب والقلم الاتش بي الحبر بتاعه فاتح، الرصاص بتاعه فاتح، فبالتالي مش هيبان في السكانر. يبقى القلم المناسب اللي هم الناس اللي بيعملوا الامتحان قالوا عليه هو مين؟ 2 اتش بي. من ايام السات والايست الامتحانات الورقيه لازم نحل ب 2 اتش بي. هتلاقيه فين؟ في مكتبات ساتن اي جي. ليه؟ عشان هي اللي بتهتم بطالب الانترناشونال. طالب الامريكان دبلومه ده في عينينا. يبقى حضرتك تروح مكتبات ساتن اي جي، مش اي مكتبه ثانيه، تقول لهم انا عايز قلم 2 اتش بي. خلاص؟ المكتبات بتاعتنا موجوده فين؟ موجوده في 5 اماكن، 2 في مدينه نصر، 1 في الهرم، 1 في المهندسين، 1 في المعادي. العناوين هتنزل في الفيديو بعد كلامي. قلم 2 اتش بي، مش عايزين نضيع درجات عشان حاجه تافهه. انا بهتم بكل التفاصيل. احرص على انك تجيب حاجتك كلها من مكتبات ساتن اي جي عشان ما تعرضش لاخطاء تافهه ملهاش لازمه. اهلا بيكم، كنت معاكم مستر ايمن تدرس.